هو امتى المفروض اغير البطاريه بتاعه الايفون بتاعي، ولو هغيرها فين؟ شوف يا سيدي، ابل بتقول رسميا ان انت لما البطاريه بتاعتك بتوصل قدرتها ل 80% المفروض ان انت تغير البطاريه. وبالمناسبه لما البطاريه بتاعتك بتوصل ل 80% بتلاقي فيه رساله كده في الباتري بتقول لك ان البطاريه بقت حالتها تعبانه، فروح غير البطاريه. طيب اعرف القدره بتاعه البطاريه ازاي؟ للي مش عارف، هو في اوبشن جوه الايفون بتدخل على سيتنجز وبعدين باتري وبعدين باتري هيلث، بتلاقي الباتري كاباسيتي او الحد الاقصى بتاع البطاريه مكتوب في المكان ده. لما الرقم ده بيقل عن 80% بينصحوك ان انت تغير البطاريه. طب هل ده معناه ان البطاريه بتاعتي خلاص ملهاش لازمه؟ لا، هو في الحقيقه مش معناها كده، بس هو معناه ان انت هتلاقي نفسك بقيت بتشحن الموبايل كذا مره، مش زي ما كنت جايبه قبل كده، وخاصه لو استخدامك تقيل زي الناس اللي هم الجيمرز او الناس اللي بيعتمدوا على الهوت سبوت في الموبايل، يعني استخدامهم تقيل بشكل عام. انما لو استخدامك خفيف، يعني شويه سوشيال ميديا، شويه ايميلات بتبعتها، فالبطاريه هتلاقيها شغاله معاك مفيش مشكله. طيب السؤال الثاني، اغير بطاريه الايفون بتاعي فين؟ دلوقتي عندنا اختيارين. الاختيار الاول ان انا اغيره في مكان معتمد من ابل، والاختيار الثاني ان انا اغيره في مركز صيانه خارجي. طيب ايه الفرق بين الاختيارين دول؟ شوف يا سيدي، انا هقول لك على الفرق بين الاختيارين دول، هقول لك على مميزات وعيوب كل اختيار فيهم، وفي الاخر هقول لك رايي الشخصي في الموضوع ايه. طيب اولا، ايه هي مميزات وعيوب ان انت تغير البطاريه بتاعه الايفون بتاعك في مركز صيانه خارجي يعني مش معتمد من شركه ابل؟ طيب بالنسبه للمميزات، رقم واحد ان السعر اقل. طيب ليه السعر اقل؟ لان انت هتلاقي فيه درجات كتيره جدا للبطاريات الموجوده، من اول البطاريه اللي مخلوعه من جهاز ايفون تاني لحد درجات كتير قوي في التقليد بتاعه بطاريه الايفون. النقطه الثانيه ان هو هيبقى سريع في تغيير البطاريه، يعني ممكن يغير لك البطاريه في نص ساعه او ساعه، يعني وانت واقف جنبه هتغير البطاريه. طيب بالنسبه للعيوب، رقم واحد ان في الغالب البطاريه هتبقى مش اصليه، وبالتالي هتبقى كفاءتها مش زي كفاءه البطاريه اللي كانت في الايفون بتاعك. تاني حاجه ان الموبايل بتاعك اتفتح في مكان مش رسمي، فممكن تلاقي فيه خدوش، فيه علامات بسبب الفتح والقفل بتاع الايفون. وفي النهايه الموضوع ده بيخضع لمدى كفاءه الفني اللي غير لك البطاريه. تالت نقطه ان مصدر البطاريه مش معروف، بمعنى ان انا لو رحت لواحد اغير عنده البطاريه فبيقول لي ان البطاريه دي مخلوعه من جهاز تاني، فهل هي فعلا مخلوعه من جهاز تاني ولا دي بطاريه درجه 10؟ فالنقطه دي برضو بتخضع لامانه المكان اللي انا رايح اغير فيه البطاريه بتاعه الايفون بتاعي. طيب نيجي لمميزات وعيوب التغيير في مراكز ابل المعتمده. بالنسبه للمميزات، رقم واحد ان البطاريه هتبقى اصليه، ده معناه ان البطاريه بتاعه الايفون هيرجع ادائها زي ما كنت شاري الايفون بتاعك جديد. تاني نقطه ان الايفون بتاعك اتفتح عند ابل بشكل رسمي وبشكل بروفيشنال، يعني هتلاقي التليفون بتاعك اتفتح واتقفل بشكل كويس جدا، مش هتلاقي فيه خدوش او علامات او الكلام ده خالص. تالت نقطه ودي مهمه جدا، انك بتاخد ضمان 3 شهور على البطاريه اللي انت غيرتها. بالنسبه للعيوب حاجتين، النقطه الاولانيه ان سعر البطاريه بيكون غالي، النقطه الثانيه ان ممكن البطاريه بتاعه الموبايل بتاعك تكون مش متوفره، فهتتاخر شويه على ما تغير البطاريه بتاعه الايفون بتاعك. طيب لو انا عاوز اغير بطاريه الايفون بتاعي في مكان معتمد من ابل، المفروض ان انا اروح فين؟ في مصر في شركتين هم المعتمدين من ابل، هم تريد لاين وسويتش بلس. طيب سعر البطاريه عند الشركات دي اللي هي البطاريه الاصليه سعرها كام؟ في سويتش بلس وتريد لاين تقريبا سعر البطاريه بيتراوح من 3300 جنيه ل 3400 جنيه تقريبا لكل الموديلات، وده طبعا مع سعر صرف الدولار اللي هو دلوقتي وقت تصوير الفيديو حوالي 31 جنيه. وطبيعي لو السعر ده اتغير فهتلاقي سعر البطاريه ده كمان بيتغير. فكل اللي انت محتاجه ان انت تاخد الموبايل بتاعك وتروح لسويتش بلس او تريد لاين وتدي لهم الموبايل بتاعك. لو البطاريه بتاعتك متاحه موجوده بيغير لك البطاريه بتاعه الايفون بتاعك، ولو مش موجوده بيطلبها الاول وبعد كده بيبلغك اول ما توصل، وبعدين بيغير لك البطاريه بتاعه الايفون بتاعك. طيب الخلاصه ايه؟ هل اروح اغير البطاريه بتاعه الايفون بتاعي في مكان معتمد من ابل وسعره غالي، ولا اروح اغيره في مركز صيانه خارجي؟ رايي الشخصي هو معتمد على نوع الموبايل اللي معاك. يعني هنقول مثلا من اول اكس اس وانت طالع، الاجهزه دي عشان اجهزه غاليه، انا رايي تروح لمركز معتمد من ابل وتغير البطاريه عندهم. ليه بقول كده؟ بقول كده علشان الموبايل بتاعك هيبقى اتفتح واتقفل في مكان معتمد، القطعه اللي راكبه فيه قطعه اصليه، الموبايل بتاعك طبعا مؤخرا بقى بيبان اذا كانت القطعه اللي راكبه في الجهاز دي اصليه ولا لا، بيبان في الاعدادات بتاعه الايفون، وبالتالي لما تيجي تبيع الايفون بتاعك لاي حد يبقى شايف ان القطع اللي موجوده فيه قطع اصليه، لانه لو شاف ان القطعه دي قطعه مش اصليه فده هينزل من ثمن الموبايل بتاعك. انما لو الايفون بتاعي الموديل بتاعه قديم شويه، يعني ايفون 6 ايفون 7 8، انا شايف ان البطاريه بتاعه التوكيل هتبقى غاليه شويه، فممكن الدنيا تمشي ببطاريه تقليد. بس المهم ان انا اختار مركز يكون كويس، سمعته كويسه، عشان على الاقل يجيب لي بطاريه نوعا ما كويسه وتمشي الدنيا معايا. بس كده، عاوزك تقولي في الكومنتات انت كان ليك اي تجربه في تغيير البطاريه بتاعه الايفون بتاعك ولا لا.